هم 3 نقط يعني محتاجين ان احنا نتكلم فيهم بمنتهى الراحه يعني وبالهدوء يعني احنا جايين النهارده بجواب بعتناه لاتحاد الكوره، تمام، والناس ردت علينا بجواب تاني وقالت ان في جلسه استماع يوم الاحد الساعه 12، وبناء عليه احنا جينا في الميعاد. فوجئنا امبارح ان هم بيحددوا الاطراف مين اللي يبقى موجود. ده طبعا مخالف للائحه والقانون والدستور وكل حاجه. فجينا بجواب رسمي مفوض من النادي الاهلي بمين يحضر، اوكي، وبالتالي جينا في نفس الميعاد اللي احنا متفقين عليه واللي اشاره اتحاد الكره في خطابه. وده حصل مش اول مره على فكره، يعني ده حصل من 4 سنين في احداث الاهلي والزمالك في السوبر 2020 لو تفتكروا، في المشاكل اللي حصلت ديت، وكان في جلسه استماع وبرضه اتحاد الكره ساعتها بعت جواب مين يمثل النادي الاهلي ومين يمثل نادي الزمالك بدون تحديد الهويه او المراكز. يعني السؤال اللي بيطرح نفسه، يعني انت بتحدد الاجهزه الفنيه وبتحدد الاجهزه الاداريه. طب سؤال، امبارح انا كان عندي ماتش مثلا، ماذا لو تمت اقاله مثلا الجهاز الفني بالكامل والجهاز الاداري بالكامل، مين اللي يبقى موجود؟ محمود وفا واحمد مجاد مثلا، مين اللي يبقى موجود في الاستماع؟ دي نقطه. النقطه الثانيه يعني برضو عشان الشفافيه والكلام ده، ودي حاجه بتاعت ربنا. يعني راجل رئيس لجنه الحكام امبارح في قناه تلفزيونيه بيقول، القناه الاولى الحصريه اللي موجوده بتذيع الماتشات يعني، لما اتسال على احداث السنه اللي فاتت والمباراه اللي ما لعبهاش الاهلي مع الزمالك، هل تم طلب منك استعانه حكام اجانب؟ قال لا خالص، مع ان احنا عندنا 3 جوابات مش جواب واحد بيقول ان لضيق الوقت ان احنا طلبنا من لجنه الحكام، يعني فاهم. فمين هنا مين الصادق؟ تمام. موقف الاهلي له مجلس اداره يعرف يجيب حقوقه كويس بمنتهى الوضوح ومنتهى البساطه يعني. شكرا. شكرا يا كابتن سيد.